السكوت مش دايما علامة الرضا. في سكوت معناه ان انا ابتديت ازهق، وفي سكوت معناه ان انا محتاجة ابعد، وفي سكوت معناه شطبنا، خلصت الحكاية. نفسي في مرة نقعد لما نتكلم تبصلي وتركز معايا، تسمعني، تفهمني، مش تبقى بتسمع عشان انزل من على ودانك، ولا باصص في الموبايل ومش مهتمة اصلا بالتفاصيل اللي انا بقولها، لان الحكاية كلها تكمن في التفاصيل. انا ببقى عايزة احكي لك عشان تسمعني، مش عشان تديني رأي، مش عشان تقولي انتي صح ولا غلط. انا عايزة اطلع اللي جوايا، عايزة افضفض. لما اكون بتكلم معاك اديني وقت، مش طالبة غير كده، شوية وقت من اللي بتوع القهوة، بتوع الكوتشينة، وبتوع حاجات كتير قوي. هو ليه الموضوع قلب نكد قوي كده؟ بس عامة الحل في ايه؟ احنا في بيت محتاج الاتنين مع بعض يمشوا الدنيا ويزقوا الدنيا. ما ينفعش يبقى واحد بيجري والتاني واقف متفرج. احنا الاتنين ايدينا بايدين بعض، ولا ايه؟ وسلامتك يا دماغي.